ليك فيها او مالكش فيها، فانت دلوقتي عايز تشتريها. وهنتكلم عن علاقة اللابوبو بيها. ده اللي اوديمار بيجي وسواتش عملوه في سوق الساعات الكام يوم اللي فاتوا. سواتش بدأت القصة بإعلان نزلوه عن كولابوريشن محتمل مع شركة ما قالوش ايه اسمها، وقالوا ان احنا هننزل ساعة جديدة يوم 16/5 اسمها رويال بوب. الخط اللي مكتوب بيه رويال بوب هو نفس الخط اللي بتستخدمه اوديمار بيجي في ساعتها الرويال اوك. ومن هنا كل الناس ابتدت تخمن هي ايه الساعة ومين الشركة اللي الكولابوريشن ده هيتعمل معاها، وناس كتيرة ابتدت تقول ده اكيد اوديمار بيجي هي الساعة اللي هتعمل الكولابوريشن ده، وناس تانية كانت بتقول مستحيل حد مش من الجروب بتاع سواتش وكمان من الهولي ترينيتي بتاعت الساعات انه يعمل الكولابوريشن ده مع سواتش. فيديو تاني نزلته سواتش عبارة عن بيدز او اللي هي السلسلة اللي بيركب فيها ساعات الجيب بألوان مختلفة وهي عبارة عن جلد. فيديو تالت نزلت صوت عبارة عن كلاك او كلمة كلاك وصوت ان حاجة بتركب في كفر بلاستيك. ومن هنا الانترنت ابتدى بقى يستخدم الاي في انه يفكر هي ايه الساعة اللي ممكن تبقى بتنزل. ومن هنا ابتدى الناس اللي مهتمة بالساعات او المهتمين بالكونتنت عن الساعات يجمعوا كل الخيوط مع بعض. سواتش كان عندها لاين اسمه سواتش بوب، ده عبارة عن ساعة بتنزل بوكيت ووتش او ليها زي بيد او سلسلة بتركب فيها. وفي من نفس الساعة ساعة تانية ريست ووتش او بستراب عادية. تاني حاجة جمعتها الناس انه اكيد لو انا منزل البيد وفي صوت كلاك ان الساعة دي بتنفع تشتغل او ينفع تبقى بوكيت ووتش، ونفس الساعة بينفع تبقى تتلبس على الريست. ولو الفونت بتاع رويال اوك هو نفس الفونت بتاع رويال بوب، فابتدوا يجمعوا ما بين الساعتين، فابتدوا يستخدموا الاي ان ينزلوا ساعات ينفع تبقى ريست واتش وينفع تبقى بوكيت واتش وشكل الرويال اوك وبألوان سواتش. فكل الساعات اللي الناس بتشوفها في الاعلانات دلوقتي دي من الاي محدش يعرف شكل الساعة الحقيقية لغاية دلوقتي. وبعد كده انقسم كل محبين الساعات وكل الكولكترز ما بين فريقين، فريق بيؤيد الموف ديت والكولابوريشن ده، وفريق كاره الموف دي لانه ازاي اوديمار بيجي حد بيمتاز ان الساعة فيها تفاصيل معقدة كتير وماتيريالز بطريقة معينة، ازاي يام كولابوريت مع سواتش اللي بيبيعوا الساعة من اول $50 لغاية $500-600. انقسم الناس ما بين مؤيد وما بين معارض. اخر كولابوريشن مشهور سواتش عملته كان مع اوميجا، ودي شركة في نفس السواتش جروب، فكان من الطبيعي انه الشركتين ينزلوا ساعة مع بعض. الساعة دي او مجموعة الساعات دي ما بين 2022 و 2025 اتباعت لأكتر من 4.5 مليون ساعة، وحققت أرباح أكتر من 1.5 بليون فرنك سويسري. تاني كولابوريشن عملته سواتش كان مع صانع الساعات بلامبان، ونزلوا الدايفنج واتش المشهورة بتاع بلامبان اللي هي ال50 فاتم. نزلوها بالماتيريالز بتاعت سواتش الشبابي بالالوان، ماتيريالز سيراميك على بلاستيك، والستراب من شبك الصيد. وكانت ساعة لذيذة، انا حبيتها شخصيا، ولكن هي ما اتباعتش زي ما اتباع الكولابوريشن بتاع اوميجا. هي اتباع منها حوالي من 300,000 ل 500,000 ساعة، وحققوا ما بين 100 ل 180 ألف فرنك سويسري أرباح. الجدير بالذكر انه اوميجا في نفس السنين ما بين 2022 و 2025 باعوا حوالي
2 مليون ساعة وحققوا أرباح حوالي 9 بليون فرنك سويسري. وفي نفس الوقت أوديمار بيجيه باعوا حوالي 200 ألف ساعة وحققوا نفس الأرباح حوالي 9 بليون فرنك سويسري. وجدير بالذكر برضو ان ابل وسامسونج او السوق بتاع السمارت واتشز بايعين حوالي اكتر من 200 مليون ساعة. 164 مليون ساعة بايعاهم ابل في نفس عدد السنين من 2022 ل 2025 و 57 مليون ساعة بيعاهم سامسونج. ابل محققة حوالي 70 بليون دولار ريفينيوز او ارباح. وانا هفتي زي ما كل الناس بتفتي دلوقتي، وهتكلم عن حاجة شوية محدش اتكلم عنها، هي مبيعات اللابوبو، الدمية اللي شكلها يعني مش حلو خالص. اللابوبو اتباعت في نفس عدد السنين بأكتر من 120 مليون دمية أو لعبة. 120 مليون دول اتباعوا بحوالي 2.5 بليون دولار. آخر نقطة عايز أوضحها هو السؤال بتاع هو جين زي فين؟ يعني الجيل اللي لسه طالع أو الجيل اللي أصغر منه اللي هو جين ألفا، هم دول هيلبسوا إيه؟ دول إيه الحاجات اللي بيميلوا ليها؟ طبعا الارقام مبينه انه الجيل ده بيحب الترند زي اللابوبو، بيشتريها على الشنطه بتاعته، فهنلاقي انه حوالي 60% من مبيعات لابوبو رايحه لجنزي. هنلاقي انه اوميجا واوديمار بيجيه لوحدهم، اوديمار بيجيه بتبيع لجنزي في عدد السنين دي ما بين 5 ل 10%، ده الاستيمت، واوميجا ما بين 10 ل 15%. ولكن الكولابوريشن بتاع سواتش واوميجا محقق حوالي 50% رايح لجنزي. فدي الطريقة اللي أنا أتوقع أن أوديمار بيجيه تبقى فكرت بيها. أوديمار بيجيه لو عايزة تبيع في السنة 200 ألف ساعة، فهي عايزة 10% من الرقم اللي باعته أوميجا و سواتش في المون سواتش لجنزي. فلو خدت 10% من 2 مليون ساعة حتة من الكلود هتقدر تفضل شغالة في السوق وتقدر تفضل بتبيع في السوق، لأنه من الواضح أنه جنزي ابتدى ما يبقاش فاهم ايه ميزة الساعات الميكانيكية، وابتدى يبقى بيميل للحاجات السريعة الترندي اللي فيها بنقارن بعض الحاجات اللي ممكن ما يبقاش فيها تقدير للقيمة الفنية أو تقدير للصناعة أو للتاريخ. فأنا شايف أن الحركة بتاعت أوديمار بيجيه ذكية. أنا شايف أن الساعة دي هتتباع بكميات أكبر بكتير من المون سواتش. أنا شخصيا لازم أقتني ساعة زي دي، لأن أنا عمري ما هعرف أشتري أوديمار بيجيه بجد. ممكن لو بقيت ملياردير في يوم من الأيام أشتري واحدة. ولكن أنا شايف أن هي موف ذكية، موف مش لينا. فالكولكترز اللي متضايقين يعني حقكم عليهم، بس هو مش المفروض تتضايق، لأنه مش انت التارجت اودينس. انا شايف ان هم متارجتين السن الاصغر. انا لو انا سني صغير واول ساعة جبتها كانت أوديمار بيجيه مع سواتش وعجبني شكلها، ايموشنالي هبقى عايز لما اكبر اجيب أوديمار بيجيه فعلا. وده اعتقد دي السايكولوجية اللي هم مفكرين فيها في الكولابوريشن ده. اتمنى ان الساعة فعلا تبقى كويسة، واتمنى ان انا اعرف اشتري واحدة. الناس مبيتة في الشوارع علشان تجيب الساعة دي، وهنعمل فيديو تاني نتكلم فيه عن الريليس اول ما ينزل. اشوفكم تاني. A few moments later. وزي ما انتم شايفين وانا قاعد بحمل ايديت للحلقة، سواتش واي بي اعلنوا عن شكل الساعة. هي هتبقى بوكيت واتش بس، مش هتبقى بوكيت وريست واتش. هنشوف الناس هتستخدمها ازاي، هنشوف هيبقوا مقبلين عليها ازاي. اعتقد انه في ناس هتستخدمها لشنطها، فيبقى لابس اي بي في ايده او في ايدها، وحاطه البريسلت دي او الساعة دي على شنطتها زيها زي اللابوبو، او هتبقى مثلا سلسلة او بريسلت. هنشوف جين زي هيستخدمها ازاي. انا دلوقتي مش عارف هشتري الساعة دي ولا لا، ولكن خلونا نشوف الترند هيودينا فين.
اشوفكم تاني.